في ظاهرة عجيبة غريبة، السماء تمطر ديدان في العاصمة الصينية، حيث تفاجأ سكان العاصمة الصينية بالسماء تمطر عليهم ديدان بعد عاصفة رعدية، ولم تكشف السلطات بعد عن سبب هذه الظاهرة الغريبة حتى الآن. وتعالوا لنرى في هذا الفيديو حقيقة انتشار الجراد في السعودية. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. السماء تمطر ديدان في العاصمة الصينية. هناك بعض التفسيرات، يرجح البعض بأن الرياح حملتها إلى هنا حسب ظاهرة تحدثت عنها مجلة ماذر نيتشر نتورك العلمية، وقال آخرون ربما سقطت من الأشجار. حقيقة انتشار الجراد في السعودية، السلطات السعودية توضح حقيقة غزو الجراد منطقة الإحساء. أثار فيديو ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، لكن المركز الوطني السعودي للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها كشف عن عدم انتشار آفة الجراد الصحراوي في الأحساء في محافظة الأحساء، وأنه لا صحة لما جاء في الفيديوهات المزعومة. وأفاد المركز بأن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن مقاطع لانتشار آفة الجراد الصحراوي في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية لا أساس له من الصحة، وأكد أنه لا يوجد أي تهديد محتمل للجراد الصحراوي خلال الموسم الربيعي الحالي، مشيرا إلى أن هذه المقاطع المتداولة في الفترة الحالية إنما هي لحالات سابقة أثناء ثورة الجراد الصحراوي في عام 2019. سلم يا رب سلم. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.